خلي دايما عينك على الصنايعي بتاعك وهو بيعمل لك اي شغل في طلمبة البنزين، وتحديدا لو كان هيغير فلتر البنزين. وانا هنا بكلمك عن العربيات اللي فلاتر البنزين بتاعتها مدمجة مع الطلمبة، يعني مش خارج الطلمبة، مش الفلاتر اللي بتبقى موجودة تحت شاسيه العربية زي السكودا والجيتا. لا، انا بكلمك في العربيات اللي فلاتر بنزينها مدمجة مع طلمبة البنزين تحت الكنبة الخلفية، زي مثلا الكيا والهيونداي والميتسوبيشي والعربيات دي. هنا بتبقى في نقطة كارثية بتحصل، إنه بعد تغيير الفلتر بتاع البنزين أغلب ملاك العربيات بيشتكوا شكوى موحدة، وهي شكوى من تأخير الدوارة، إنه بتحصل تأخير في الدوارة، تأخير شديد جدا في الدوارة. المشكلة هنا بتبقى فين بقى؟ علشان كده بقول لك ركز مع الصنايعي بتاعك. المشكلة هنا إنه أغلب الصنايعية لما بيفك طلمبة البنزين، الطلمبة دي من جواها بتبقى عبارة عن أورنجات، مجموعة من الأورنجات. الاورنجات دي زي اساتك، الاساتك دي او الاورنجات دي وظيفتها انها تحافظ على ضغط البنزين، ضغط ثابت للبنزين علشان يوصل للمحرك. وحط تحت كلمة ضغط ثابت دي مليون خط. فلما طلمبة البنزين بتتفك من مكانها وبتطلع بتبقى حتت، عشان طبعا الصنايعي يغير الفلتر او يغير حتى الرداخ اللي هو الموتور الصغير، ويجي الصنايعي يقفل تاني. اغلب الصنايعيه بيقفلوا الاورنجات دي، بيكبسوا الاورنجات دي على الناشف او على العاصي. فالاورنج لما يجي يركب يتقطع من مكانه، يتعوج وهو راكب، فالضغط يهرب، فالعميل يشتكي من تأخير في الدوارة. علشان كده دايما انا حتى دايما اقول للفنيين اللي معايا، وانتوا بتركبوا الطلمبات شحموا او زيتوا الاورنجات دي قبل ما تركبوها، علشان الاورنج لما يجي يركب ويتكبس في مكانه، يتكبس وهو ناعم زي ما بيقولوا كده، يجري في مكانه، مش تكبسه وانت ايه بالعافيه كده عشان يركب ويتحط في مكانه. لانه في الحاله دي زي ما قلت لك هيتقطع، في اغلب الاحوال انه هيتقطع. القطع ده هيسبب تاخير في الدواره. المشكله الاكبر بتيجي انه العميل لما بيحصل معاه تاخير دواره بعد تغيير فلتر البنزين، يعني هو غير فلتر بنزين امبارح، العربيه النهارده اخرت معاه دواره، عمر ما هتيجي في باله انه فلتر البنزين اللي ركبه فيه مشكله، او ان في مشكله في التقفيل. فهيتجه اتجاهات تانية بقى، ممكن تغيير بوجيهات، تغيير بوابه، لا نشوف بقى رشاشات. هيتجه اتجاهات تانية هتكلفه فلوس في الفاضي، وهو كل مشكلته حته اورنج زي قد كده، الصنايعي ما قفلوش كويس وقطعه، وفي اسوأ الاحوال هيتشال من مكانه ويركب مكانه واحد تاني ب5 جنيه، وانتهت مشكله العميل على كده. فخد بالك كويس جدا وركز مع الصنايعي انه هو بيقفل الطرمبه، قول له بعد اذنك شحم بس الاورنجات دي قبل ما تركبها او زيتها، بس على كده شكرا، ده اللي انا محتاجه منك. وما اتمناش اكون طولت عليك. سلام عليكم.